السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4 حالات الأسبوع ده إن شاء الله يكونوا حالات واضحين الأسبوع ده إن شاء الله. وطبعا ما تنسوش البوست الجمعة الأسبوعي بتاعنا، البوست الأربعاء بتاعنا الجميل أهو. هتخشوا على اللينك هنا بتاع دكتورة نور عن البايندر سندروم، هتقرا عن البايندر سندروم بالتفصيل. والبايندر سندروم هي كانت الحالة رقم 3 الأسبوع ده اهي. دي البايندر فيشز، والبايندر فيشز هنا كان واضح جدا في هذه الحالة. نيزو فرونتال انجل اكتر من كانت تقريبا اكتر من 160، نيزو فرونتال انجل اكتر من 160 زي ما انا موضح لك هنا. النيزل انجل مقصود بيها نيزو فرونتال انجل، وطريقة قياس النيزو فرونتال انجل موجودة في المقال بتاع دكتورة نور. لو فتحت المقال هتلاقيها. طبعا المقال هتنزل بعد كده على الويب سايت بس يوم الأربعاء، مش هتبقى موجودة على صفحة الفيسبوك. الأحسن الويب سايت منظم أكتر ويليق بوقار. حالة من حالات الأسبوع كانت حالة فيها الفيتال بلادر انلارجد، والحالة اللي فيها فيتال بلادر انلارجد بالمنظر ده. يعني لو الميجاسيستس موجودة أكتر من 8 و9 ملي أو أكتر من 7 اللينس بتاع الفيتال بلادر، فده بيكاري ريسك 10% للترازوم. مبتكلمش على الوري تراكت اوبستراكشن لأن الحالة دي أنا بصينا عليها بعد أسبوعين 3 لقينا البلادر دي فكت خالص ورجعت للسايز الطبيعي، وبالتالي احنا بندور على ساينز اوف تريوزومي مع حالة زي كده. بإذن على الفيتال ميديسن فاونديشن 10% ريسك ان احنا نلاقي تريوزومي مع الميجاسيستس في الفيرست تريمستر. طيب نكمل أحبائي الكرام. الحالة رقم 3 تالت حالة من حالات الأسبوع بعد البايندر وبعد الميجاسيستس. كان عندنا حالة كمان جميلة خالص، ميكل جروبر سندروم. طبعا فيها بوستيرو انسفالوسيل واضح مع بايلاترال مالتيسيستيك كيدني. قطرة بحثا معانا شفناها كتير، بايلاترال مالتيسيستيك كيدني ويز بوستيرو انسفالوسيل. ولو كملت الفحص بتاعنا هتلاقي كمان ان فيها بوليداكتلي واضح. بس كمل الفيديو هتلاقي لأول مرة قادرين نشوف البوليداكتلي في حالة زي كده. نكمل أحبائي الكرام. رابع حالة من حالات الأسبوع طبعا حالة أراكنويد سيست، والجديد في الأراكنويد سيست المرة دي إن عامل كانترمسفيريك سيست، عامل كونجينيتال أكويدكتال ستينوزس وبايلاترال هايدروكيفلس. المهم ما تنساش تشوف بقى البوست بتاع الخميس الأسبوعي للمتابعين اهو، بوست الخميس الأسبوعي لأجمل الإجابات. شكرا جزيلا، ومتنساش تشوفوا المقال الجميلة مقال الدكتورة نور على الويب سايت. شكرا جزيلا.